الليلة الجخم من إيهار السخيل في النيالة. الزول اللي قدامكم ده عضو مجلس السيادي في هيئة قيادة والتعسيس في نيالة. الليلة جخمه ما أكثر من 25 شخص، من ضمنهم قادة أجانب ومن ضمنهم قادة غلا كبار جدا في اجتماع في مغرهم كلهم دنيا زايلة. قالوا تيارات الفلول جخمهم هم برام، لا، مخزن بتاعت الوقود دنيا زايلة، مخازن بتاعت أصلها والزغاير دنيا زايلة. ما قلت لك الليلة الجخم من إيار السغيل. الليلة دخل لاعب جديد وهو مرتزقة إسبانية انجخم مع 9 آخرين من جنسيات تانية، 5 كولومبيين واثنين أوكرانيين، والباقي يا معلم ملخبط جنسيات إفريقية وأسيوية. قالوا ده بس، لا لا لا، تم جخمي منصة بتاعت الدفاع الجوي ومنصة بتاعت إطلاق المسيرات ومخزن كامل بتاعت مسيرات الانتحارية اللي بيستخدمها ميليشيات الدعم السريع. الليلة خسائر الميليشيات بجلاجل في نيالة وزالنجة. تحياتي لكم. الجنجويتي تعيشي زايلة ونايمكي زايل. لقيت الضربة الجوية بالمسيرة كيف اللي استهدفت تجمعاتكم في بيت بيت منو وزير صحة بتاعكم نقد في خرطوم بالليل. دي جخمة زي أمه. صلاتك على النبي وشيرك ولايك خليني أديك تفاصيل هذا الغبر السمح. استطاعت مسيرات قوات المسلحة السودانية قصف مواقع ومخازن وتجمعات لميليشيات وسط نيالة، وحيث تم بعدها إغلاق شارع سينما وشارع دي ان. وحدث اشتباكات قبل قليل بين ارتكازات ومجموعات شفشافة في أطراف المدينة، وتسبب في حالة فوضى في إغلاق عدد من المحلات التجارية بسبب تعرضها للنهب والتهديد بالسلاح. تم إغلاق مستشفى نيالة بسبب جخم مخرات بتاعت الغادة، وأيضا تم ضرب أحد الأطباء واختطف طبيب أخرى إلى جهة غير معلومة. شكله كده عندهم قائد كبير أموره مخستق. وأما بالنسبة للتعيشي، أيوة لحد الآن هو عايش لكن نجا من الضربة بأجوبة، لكن نقد وباقي الغادة الله أعلم. احنا منتظرين تأكيد. تحياتي لكم. جنجويد نيالة لقيتوا البل كيف الليلة الجيش السوداني جخم ضربة مكثفة استهدف مقرات واسعة لميليشيات الدعم السريع داخل مدينة النيالة. انت قايل الجخم ده جخم ساكت؟ دي جخمه بيت الوزير وجخمه وزير الشباب والريادة، وهو عضو في مجلس السيادة بتاعت التأسيس خلع. صلاتك على النبي شهرك ولايكك وخليني أديك تفاصيل هذا الخبر. أول ضربة عملوا القوات المسلحة السودانية جغم بيت وزير الصحة على نقد في خرطوم بالليل دنيا زايلة، وجغم فيها قائد بتاع التأسيس والمرشح لمنصب بتاع وزير الشباب والريادة بحكومة الجنجويد أسامة حسن زايلة. وأيضا استهدف قادة كبار جدا بتاعت ميليشيات الدعم السريع في نفس قادة وعددهم الآن مجهول، وتسمع فلان زايل وعلان زايل قريب. ما دي براحة، استهدفوا مخازن بتاع الذخيرة في حي المطار، وتشير المصادر انه المخزون التي استهدف تحتوي بداخلها ذخائر جلبت امس عبر تايرة شحن حبت مساء امس بمطار نيالا. ابو الزفت ذاته والجخم بالكوم والبكي بالكوم، والناس دي مردومين ومقمومين وخايفين هسه حاليا. تحياتي لكم.